أليجري بهذا الشكل على مستوى الثلاثي خط الظهر جهه يمنى يتواجد فيها تيموثي ويا بالرقم 22، ولدينا فيليب كوسيتش في الجهه اليسرى بالرقم 11 وسط الملعب لوكوتولي. وهنا لدينا فرصه خطيره، الله، هي البدايه عند الدقيقه الاولى والثواني الاولى يسجل يوفنتوس اول اهداف المواجهه. نعم، يضغط ويفاجئ الكل ويفاجئ ريال مدريد منذ البدايه. مويس كين يسجل اول اهداف السيده العجوز في مفاجاه ساره لانصار. شوف الكره الان التي وصلت الى مويس كين. هنا الكره التي صدت في القائم الايسر تحولت وبعد ذلك وصلت الى مويس كين. المطالبه بوجود رايه وتسلل على مويس كين، لكن حكم اللقاء يرى بانه هدف شرعي لمصلحه يوفنتوس في مرمى ريال مدريد. اولى الفرنسي في وسط الملعب، يعني اللي لا ينساه عشاق ريال مدريد. هذه كرة فيدريكو كيزا في الجهة اليسرى. كيزا عنده الكرة، يوم الله على كرة جميلة خطيرة، الله الله الله، يا على جمال هذه السيدة العجوز، على كرة اليوفنتوس، على نقلات اليوفنتوس، على كرات ومرتدات وتحركات اليوفنتوس. كل الشغل امريكي، من الامريكي مكني الى تيموثي ويا ياتي وياه ويسجل في مرمى ريال مدريد بهذا الشكل. لم يكن مراقبا، هذه من الاخطاء التي نتحدث عنها بال4-4-2 بالدايموند الذي يلعبها كارلو انشيلوتي. تظهر الاخطاء، الله على لبيان كونيري. القائد دانييلو يعيد في الخلف. بماذا البرازيلي بكرة منقولة ناحية تيموثي ويا عنده الكرة في الجهة اليمنى. هذا ويا يحاول أن يمر، ينقل الكرة ناحية ماكيني، لكن الكرة طالت. وصلت الآن إلى فينيسيوس. هو الهدف. نعم يسجل فينيسيوس أول أهداف ريال مدريد. بالسرعة خذاهم، بالسرعة وداهم وسجل أول أهداف الريال بالطريقة المثلى وبالطريقة الجميلة. فينيسيوس عند الدقيقة 38 هي استعصت لمرات، تمنعت لمرات، أبت أنه لديه قياسات خاصة. الألماني، تمريرة الألماني هي الهدف، تمريرة الألماني. يا عين ذهبت. هي طلبية على فكرة. فينيسيوس اتصل بتوني، ما ادري الشخص قال خلاص، يقول انها قضية سياسية ولن اتحدث فيها بعد الان. هذه كرة لثالث الاهداف لمصلحة اليوفنتوس. سيفعلون سولي فعلها اليوفنتوس، خلص اليوفنتوس. إفلاوفيتش يسجل ثالث الأهداف وينهي قضية الانتصار والفوز المعنوي في آخر رحلة أمريكا. مرتدات السيدة العجوز لدغتهم، فعنت ذلك سجل المرمى في مرمى كورتوا. إذا 6 أهداف في آخر لقاءين، أهداف بالجملة في مرمى ريال على كارلو أن يصلح الأمور. وهكذا كانت قصة ثالث أهداف يوفنتوس. نعم، هي سيدة خبيثة، هي سيدة عنيدة، لكنها في النهاية